كان ديك الفلوس اكراميه ما عند شي حد. خصنا نعرفوا علاش عطاها الاكراميه، لان ما عطاهالوش لانه هو الحاج مصطفى بيت، عطاها له لانه هو الوزير بيت. ولكن في المغرب ابتلينا بناس كيستغلوا اي شيء، ما عندهمش مشكل يستغلوك انت ميت، يستغلوك انت حي، يستغلوك في كل الظروف. عيب وحرام تكون هاز اصلا باسبور المغرب، تجي وتستغل ناس ميتين، تستغل الفاجعه، حتى واحد ما فكر انه يستغلها، وتنوض انت وتهز لي زونفولوب وتعمرهم وتمشي دي معاك المصورين وتصور ناس ميتين. واش اللي قدمتي لهم في الاخير؟ ما قدمتي ولا شيء. لونفولوب يمكن يلقاوه خاوي اصلا، يمكن ما درتي فيه حتى ريال. هاد السيد قاتل جوج الارواح، وكاين اللي كيقول لك ثلاثه، واحد البنت قتلها في طماريس، قاتل جوج الارواح هادو مؤكدين، وهذه الثالثه بنفس الطريقه كيقتل الناس. وشكون اللي كيساهم معاه؟ موبا القضاة في جهنم ما كيحترموش روح القانون، هما اللي خرجوا على هاد البلاد، لان بهاد التلاعبات ديالهم في الاحكام خرجوا على هاد البلاد. شحال من الفشوش عندنا في هاد البلاد، شحال من واحد كيساهموا معاه والديه يقتل ولاد الشعب ويطحنهم. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج سيمانه تيت مع يونس افتيت. دوزو للموضوع الاول. قبل ايام الوزير مصطفى بيتاس، او نقولوا الحاج بيتاس، رجع من الحج عادي، دار حفله عادي. جميع الحجاج في العرف ديال المغاربه انهم كيمشيو للحج وكيرجعوا كيديروا الحفله. لكن اللي ماشي عادي هو انه الحاج مصطفى بيتاس يدير حفله ويعرض عليها 2000 الناس. 2000 الناس يعني كنهضروا على واحد ل 100 مليون سنتيم باش غتقام الحفله، لان المأكولات اللي دارات وكذا راه فايته 100 مليون سنتيم. فكنهضروا على واحد الحفله بواحد مقابل ضخم، في حين ان السي بيتاس او الحاج بيتاس كنعرفوه كان رجل تعليم معلم، يعني الصالي لا ضرب راسه مع الحيط غيكون 9000 10000 درهم، في حين ملي رجع وزير 5 مليون ونص. فمنين غيجيب السي بيتاس 100 مليون باش يدير حفل ضخم بحال هذا ويستدعي ليه كاع اعيان ديال سيدي افني والمناطق المجاوره ديال جهات قلميم ودنون؟ منين السي بيتاس؟ واش عندك شي ورث ورثتيه وبيه درتي الحفل، او عطاك اخ نوش اللي كيتعتبر الاب الروحي الفلوس باش دير هذا الحفل؟ خاصنا نعرفوا منين، لانه ما يمكنش تقولوا لي لا راه فلوسه يدير بها ما بغى. لا، هو رجل في السلطه، رجل مسؤول، وزير، خصنا نحاسبوه. واذا كان ديك الفلوس اكراميه ما عند شي حد، خصنا نعرفوا علاش عطاها الاكراميه، لان ما عطاهالوش لانه هو الحاج مصطفى بيتاس، عطاها له لانه هو الوزير بيتاس. فخصنا نعرفوا علاش تعطات له. في حالات كانت تعطات له، حنا ما كنضربوش الذمه ديالو، ولكن خاصنا نعرفوا منين جات هاد الفلوس باش دار الحفل. لانه كنهضروا السيد كيتخلص كوزير 5 مليون ونص، يعني في العام لا طار غادي يجيب 65 مليون، في عامين اللي دابا راه هو فيها عامين 130 مليون. مش حال كلا من هاد 130 مليون كلاها كامله او كلا اكثر منها، لان كنعرفوا بان المستوى ملي كيطلع ديال الانسان كيطلع مع حتى المصاريف. فهاد السيد ملي جاب 100 او 150 مليون او 140 مليون باش دار ديك الحفل، غتقولوا لي لا راه ماشي من حقنا. غنعطيكم حاجه بسيطه وقعت غير هاد الايام. رئيس الحكومه الاسبانيه بيدرو سانشيز كان هنا في المغرب كيدوز العطله. مزيان، هذا رئيس حكومه كيدوز عطله، مشى يا اما هنا في الرباط او في طنجه. السيد مشى جلس في واحد الاوتيل هو وولادو. شحال داير ديك الاوتيل النهار؟ 1403 الاورو، يعني ما يقارب مليون ونص في النهار. مزيان، سيد رئيس حكومه، حنايا بالمخيله ديالنا يعني بهذه الهضره اللي كنقولوا سيد رئيس حكومه من حقه يمشي، نط عليه الروينه. كيفاش انت تمشي الاوتيل داير مليون ونص في النهار؟ منين جبتي هذه الفلوس؟ هذا مليون ونص نط عليه الروينه. ونزيدكم واحده اخرى اكثر، قبل سنين نقول لكم 15 20 عام كان واحد الرئيس ديال سيفيا، هما عندهم في القانون ديالهم انه رئيس البلديه من حقه كيدير واحد الميزانيه ديال الهدايا ملي كيجيو عنده شي ضيوف من برا المدينه او سياسيين، او كيدير لهم هدايا. ديك الهدايا كتكون كتذكار، كتكون كتب كتهضر على الاستوار ديال المدينه او ديال اسبانيا، او هدايا رمزيه. الصحافه واحد المره قلبات في ديك الميزانيه، لقات في ديك الميزانيه كاين هديه جيل ديال الشعر ديال 3 اورو. ناض الصحافه شدات فيه كتقول له قلنا لمن درتي هاد الكادو ديال الجيل، واش كاين شي واحد كيجي ضيف
دير له كادو جيل. هذا ما درتيهش كادو، هذا يمكن انت استعملتيه او عطيتيه لصاحبتك او درتي به شي حاجه، ما يمكنش تكون عطيتيه كادو. وبداو كيسخروا منه ومن العمل ديالو. اضطر في النهايه انه يقدم استقالته، لان هنا كنهضروا على مال الشعب. ما كاينش فرق ما بين اورو و100 مليون اورو. الا كنهضروا على مال الشعب اللي ياخذ اورو ياخذ 100 مليون اورو. فهنا كنهضروا على مصطفى بيتاس منين جبتي هذه الفلوس؟ واش تخلصت من المال العام؟ الا تخلصت من المال العام خصنا نعرفوها، الا خلصتيها من جيبك خصنا نعرفوها. كي غدير تجيبها انت من جيبك؟ منين جبتيها؟ خصك تبرر لنا منين جبتيها. الا كان شي فخد في العائله ديالك ورثتي منه شي مليار نعرفوه، لان حنا اللي كنعرفوه انه ما ورثتي حتى شي حاجه وما عندكش. فمنين جاتك هاد الفلوس باش دير هاد المأدوبه ديال 2000 الناس؟ هذا شيء غريب خصنا نعرفوه. لان الا سمحنا لك هاد النهار دير هادي، غدا غادي تورينا هذيك ديال الغزال ديال الغزلان مشويين عاود حتى هي، وتعاود تكررها انت ولا دير اكثر من الغزلان. يمكن انت دير شي حاجه، تجيب الطائر الخرافي وتشويه حتى هو وديروا في العرس ديال ولدك ان شاء الله. ندوزو لموضوع اخر. فاجعه دمنات اللي بكات كاع المغاربه وخلات حتى زعماء ورؤساء الدول يعزيو جلاله الملك محمد السادس. هذه الفاجعه ما كنظنش شي واحد كيفكر، شي واحد عنده شويه ديال الاحساس وديال الانسانيه في قلبه يفكر انه يستغلها، لان فاجعه ما كتستغلش. الفواجع لا تستغل، ولكن في المغرب ابتلينا بناس كيستغلوا اي شيء. ما عندهمش مشكل يستغلوك انت ميت، يستغلوك انت حي، يستغلوك في كل الظروف. المهم يربحوا مورا ظهرك نقط. عادل البركات رئيس جهه بني ملال كيف غتشوفوا دابا في الصور، السيد ما حضرش في الفاجعه. فاش تقلبوا الناس رغم انه وقعات في الجهه ديالو ما حضر، ما قال حتى شي حاجه، ما دار حتى شي حاجه. من بعد ما رجعت الفاجعه ترند ورجعت طوندونس وكل شيء كيهضر عليها في العالم، غينوض سي عادل البركات بلا حياه بلا حشمه بلا نقطه ديال الحياه في قلبه، غينوض يستغل هذه الفاجعه ويمشي عند ديك الناس ويجيب لي زونفولوب ويعمر فيهم 2 دريال غيعمرها فيهم ويعطيها لهم. يا ريت لو كان دار الخير وما شافوا حد. لا، مشى السيد جايب معاه مصورين كيصوروا ديك الناس وهما كيبكيو وهو كيتصدق عليهم وكانهم واقفين في باب دارك. كتستغل 24 واحد مات، غيحاسبوك يوم القيامه على هذا الشيء اللي كدير. حرام انت تقول انك مغربي، لان المغاربه فيهم الكرم وفيهم الخير بلا ما يعرفهم شي واحد، ما كيتبندروش امام الكاميرات، كيديروا الخير وحتى واحد ما كيشوفهم. انت عيب وحرام تكون هز اصلا باسبور المغربي، تجي وتستغل الناس ميتين، تستغل الفاجعه، حتى واحد ما فكر انه يستغلها، وتنوض انت وتهز لي زونفولوب وتعمرهم وتشدي معاك المصورين وتصور ناس ميتين. وش اللي قدمتي لهم في الاخير؟ ما قدمتي ولا شيء. لونفولوب يمكن يلقاوه خاوي اصلا، يمكن ما درتي فيه حتى ريال. شنو قدمتي لهذه المنطقه هذه؟ ولا شيء. غيموتوا من بعد عاود 30 واحد اخر وغتحاسب عليهم، لانك ما كدير حتى شي حاجه في خدمتك. انت رئيس جهه، خصك تصوب ديك الطريق اللي فيها المشكل. دوزو لموضوع اخر. نخرجوا من هذا الشيء ديال السياسيين ونرجعوا شويه لهاد رجال الاعمال اللي طالقين ولادهم يطغاو علينا ويدوزوا في ولاد الشعب ويطحنوا ولاد الشعب. الحادثه ديال ولد الفشوش بينات واحد المعضله كاينه في المجتمع المغربي، واحد المعضله كيساهموا فيها بعض المسؤولين. تخيلوا ان هذا السيد قاتل 2 الارواح، وكاين اللي كيقول لك 3، واحد البنت قتلها في تماريس، قاتل 2 الارواح هادو مؤكدين، وهذه الثالثه بنفس الطريقه كيقتل الناس هو. وشكون اللي كيساهم معاه؟ موباه اللي خصهم حتى هما يتحاسبوا معاه، موباه اللي خصهم حتى هما يكونوا معاه دابا في الحبس باش يتعلموا. اي رجل اعمال كيشري لولادو السيارات كيشوفهم كيديروا بهم المنكر، ما كنقولش كل شيء، كاين ولاد ديال رجال الاعمال الله يعمرها دار مربيين، ولو يكون راكب في السياره دايره مليار، متواضع مع الناس، كيتعامل معاهم كانه بحالهم. وكاين واحد اخرين يديروا 2 دريال يبداو يطحنوا في البشر. الحادثه هذه كيقول لك بان الوالدين ديالو هما اللي ساهموا. كيفاش السيد بالله عليكم قولوا لي كيفاش السيد غياخذ غرامه تخلص 7500 درهم؟ كيفاش؟ الا قتلتي مشا كتمشي عليها للحبس، وهو قتل 2 الرواح طاحنهم وعاطينه غرامه 7500 درهم وما تسحباتلوش الرخصه. هذا في الحكم الابتدائي. اما في الحكم الاستئنافي غيتم تدارك الامر وغيقولوا بان تسحب له الرخصه وما تسحباتلوش لان مازال درجه التقاضي. فكيفاش هادو ولاد الفشوش هادو كيساهموا معاهم والديهم
وبعض القضاة، ماشي كل القضاة، كاين قضاة نزهاء، كاين قضاة كيحترموا روح القانون، وكاين قضاة في جهنم ما كيحترموش روح القانون، هما اللي خرجوا على هذه البلاد، لان بهاد التلاعبات ديالهم في الاحكام خرجوا على هذه البلاد. كيشدوا الرشاوي، شحال من مره كيتشد قاضي بالرشوه؟ غتقولوا لي لا ما كاينش القضاء نزيه، لا كاين قضاة نزهاء، القضاء ماشي كامل نزيه، كاين قضاة نزهاء وكاين قضاة رشاويه وكيتشدوا وكيمشيو للحبس، وبزاف ما تشدوش وما مشاوش للحبس. شحال من الفشوش عندنا في هذه البلاد، شحال من واحد كيساهموا معاه والديه يقتل ولاد الشعب ويطحنهم. ها هي والبارح مشات صحفيه ديال بلادنا 24 صورات مع واحد الام ولدها تقتل بنفس الطريقه اللي تقتل بها بدر برانش في 2019. شكون اللي قال لنا ماشي هذا ولد الفشوش او ولد الفشوش اخر قتلوه وخلاه تما ومشى؟ لحد الساعه مازال ما تعتقلش السيد من الراجل وفر، لحدود الساعه الام مازال باغيه 3 سنين او 4 سنوات والام كتبكي باغيه حق ولدها. شكون يرد لها حق ولدها؟ شكون يردوا لها؟ الا ما تردش دابا غيترد يوم القيامه. ديك القضاة ولا اي واحد اي مسؤول فاسد وكيحمي هاد ولاد الفشوش غيخلص، ما خلصهاش في الدنيا غيخلصها في الاخره. لان بزاف هاد الاب اللي شرى لولدو بورش، شرى له بورش مشى قتل بها جوج الناس مزيان. انا ولدي خرج هكا وقتل لي جوج الناس ما غتشريلوش حاجه اخرى، غنربيه نحيد له البيرمي ما نخليهش، لا هو شرى له طوموبيل احسن منها بعد ما خرجوا من القضيه وما وقع له حتى شي حاجه، شرى له طوموبيل احسن منها باش يقتل بها بدر. وكما كانش تفضحات القضيه كان غيشري له طوموبيل عاود احسن منها باش يقتل عاود واحد اخر. هاد الاب والام بحالهم خصهم يمشيو للحبس، ويمشي معاهم ديك القاضي اللي دار هذا الحكم للحبس باش يتعلموا انهم يحكموا بالعدل، ويتعلموا الوالدين انهم يربيوا ولادهم مزيان. لان راه بزاف المواطن مهلوك مع اخنوش وارتفاع الاسعار، ومهلوك مع القضاة والاحكام اللي كتخرج منهم، وزايدينوا ولاد الفشوش وبواتهم ومواتهم. خليكم حتى الحلقه الجايه.